عارف الإحساس لما تكون أشطر واحد في الشغل، بتطحن نفسك وتلاقي الترقية والمكافأة راحت لزميلك اللي ما بيعملش نص مجهودك؟ المشكلة مش في كفاءتك، المشكلة إنك مش فاهم اللعبة. الشطارة الزايدة والصدام ممكن يطيروك، والذكاء الاجتماعي هو اللي بيكسب. يا مساء الفل على أصحاب المزاج العالي والقهوة المظبوطة. منور القهوة يا صاحبي الجميل. شد كرسيك، اطلب قهوتك وركز معايا عشان النهاردة هعلمك ازاي تلعبها صح. طبعا انت عارفني، انا صاحبك الجميل اللي بيحول كل كتاب لحكاية. والنهاردة معادنا مع القانون 24 من قواعد السطوة: العب دور التابع المثالي. القانون ده بيقولك في بيئة الشغل أو البيزنس، اللي بيكسب مش اللي صوته عالي وبيثبت اللي صح، اللي بيكسب هو اللي بيعرف يكسب رضا مديره وعملائه بذكاء من غير ما يستفز كبريائهم. اسمع حكاية عاصم وياسين في الشركة. عاصم ذكي جدا بس لسانه طويل، في أي ميتنج بيقاوح مع مديره وبيطلعه غلطان قدام الناس عشان يثبت إنه عبقري ومفيش منه. النتيجة، مديره كرهه، حس إنه بيمثل خطر عليه ورفضه في أول فرصة. ياسين بقى كان برنس، فاهم قواعد اللعبة، بيطرح أفكاره بذكاء يخلي مديره يحس إن الفكرة فكرته هو. ياسين بيمدح من غير نفاق مكشوف وبيتجنب الصدام المباشر. النتيجة، مديره بيثق فيه ثقة عمياء، وياسين خد الترقية وبقى دراعه اليمين. الزتونة: اوعى تستعرض عضلاتك العقلية على اللي أقدم منك أو على مديرك. العب دور التابع المثالي، خليك مرن دبلوماسي ووصل أفكارك بنعومة. القفاز الحريري أقوى من قبضة الملاكم. احفظ الفيديو ده عشان يفكرك تلعبها بذكاء، وابعته لصاحبك اللي دايما بيتخانق في الشغل وقول له: اكسب الناس تكسب المعركة. اشرب آخر بق في قهوتك واستناني الحلقة الجاية. سلام يا صاحبي الجميل.